دي مجادعة بيني وبين العم يوسف ود الفايدة، له التحية. بقول له سلام يا عم، كيف حالك؟ نعلك طيب، دايرك بس دقيقتين ابقى مني قريب، داير انجمة من قبل الرويس ما يشيب، وعارفك زول كريم انه ليا ما بيتخيب. قال مرحبتين حبابك ود اخوي، كيف حالك؟ كيف امك وابوك عقب قبيلتك وخالك؟ لقيت لي كم مكالمة من رقم جوالك، حالك ما بيصير شنو اللي بدور في بالك؟ قلت له اتصلك خبير في الاكتشاف يا عمي، ما تشوف لي علاجا بيه وفرج همي، بقيت مسلوب لحم طعم الحزن في فمي، نومي خفيف ما بشتن حالي حرقان دمي. قال علاجك قاعد المبروك، تعال بسرعة، علاجا دون حبوب لا حقن لا جرعة، قبال النظم والمال وربط الشرعة، بديك الخيار وانت ارمي القرعة. قلت له رامي القرعة من زمن قديم، ملي لفوق الشايلة نوم العين وفاتنا قبيلة، بس يا عمي انت عارف الظروف تفصيلة، الجيب فاضي ما في وظيفة كلنا بليلة. قال ظروف بتعدي يا المبروك وبيكتر مالك، امشي عديل فوق درب مشوه كبارك، بعد الكتم والفلس المبهدل حالك، نشوفك هيبة في الديوان مدنكل شالك. قلت له بيتك ليه ضيوف الهجعة توقد نارة، وانا حبيت عشان العفة قالوا شعارة. اقول لك حاجة يا منك اسود تضارة، ان اديت ليزول غيري تبقى حقارة. قال قول حقارة، قول الرجال، قول الداير، ما بديها لي ولدا قليل شعايره، إن جاني المرخرخ دي مفاشي سراير، ما برتالو بفت كلمة واحدة بضايره. قلت له كرب حديثك يا عمي وصوتك علي، تحين هسع دي ما كنت حداك بصلي، ماني مرخرخيت عارف براك محل، ما تبر اللي بيقولوا علي هدفي مجلي. قال ما هو مجلي لكن انت لسه طالب، وما بترضى بك البيت وانت ماش بالسالب، أبوك يا ابني ما شفناه فت يوم جالب، وما عارفين نبوشنا الحين بدور المطالب. قلت له ما تغرك وظيفتك ومالك البتلم، أبويا يا أخوك إياك تخوض في ضمه، عندنا نحن قانون ليه الكبار يتلموا، الغني والفقير معروف بحوز بتعمه. قال أبوك راجلا صميم بفدي الرجال بيدمه، وجدك في الكتال تلقاه فاير سمه، في الدنيا العبوس كل زول بيهمه، وإن درت العرس ربك براه بتمه. قلت له ربنا زان عقولنا ملاها نور، وبصارة بدي الجنة بدي الحور كادنا بشارة. أنا يا عمي نفسي حزينة باقة شرارة، فاقد السالبة نوم عينينا في الغدارة. قال تقابت المسيد انت المولع نارة، عارفك من زمان عل النفس أمارة، أدخل بالحلال قبل يحتويك غبارة، أنا جاهز بس اديني انت إشارة. قلت لي عارفك زول كريم تعزم على المطمورة، ما خيبت ظني وقلت ناخد الشورة، انت اياك عمي وعزة المدخورة، بيك بدباها بين الأمة وهم نورة. قال ما بنتعرف الاستوديو ناخد صورة، ولا زفتنا في بركة ملوك مشهورة، انت تعال وخليلي الأمور مستورة، بس أنا جني وجنة جنة الماسورة. قلت لي نحن عرسنا ما بيحفل عالية صوت، بنطرب نحن بالدلوكة فوق الصوت، فيها نعطرن العنجاوي وانا مبسوط، لأننا طالب أحمد بلة 20 صوت. تحياتي عبد الرحيم ود الفايدة.